الغرباء اللي كانوا مستعمرين. هنا عندنا حرفه اخرى هي صناعه الطماط. الطماط هذا هو عباره عن جوهر من الجلد، ثناياه تشبه الاله الموسيقيه المسمى الاكورديون بالثنايا ديالها، ويتم لبسه عاده بداخل ما يعرف باللغه العثمانيه صبار. كان يستعمل هذا النوع من الاحذيه في مدينه الجزائر وقسنطينه وتنزيل، وهذه الاحذيه مخصصه للزعماء الكبار والفرسان. عرف هذا النوع من الاحذيه في الجزائر خلال الوجود المالي في القرن الرابع عشر ميلادي، وزاد انتشاره في الجزائر خلال العهد العثماني القرن 13 للهجره 19 ميلادي. هنا من نوجدوا ذكر هذه الحرفه نوجدوها في وقفيه ترجع لجامع سيدي زكري المؤرخ ب 1854 للهجره للفتره العثمانيه. نوجد في السطر الاخير دراس الحاج جعفر بن بوقال الحسن البوكلي، لانه يعني بوكلي معروف لجد عائله البوكلي الموجوده في تلمسان معروفه عند باب القيصريه. حدث بعدا وين كان موجود هذا وعطانا تعطينا حتى هذه البوكليات اسماء للحرفيين اللي كانوا موجودين انذاك، يعني نقدروا نديروا في النسافي كنسب عده اشياء. عندنا الوقفيه الثانيه وهي وقفه لجامع سيدي عمران، غير مؤرخه، وهذه الجامع ذاتها يعني لم يعد له وجود، وكان بالقرب من مسجد ولاد الامام. هنا نوجدوا بلي هذا الحي اللي كان فيه هذا المسجد كان فيه كاع الدراسات يعني لصناعه النسيج والحياكه الحلابي وما اليه. عندنا ايضا حافه الطرازه. الطرز هو علم التوه، هو فارسي اصله معرف، قيل اصله طراز تيراس، وهو تقدير المستوى الفارسي، يعني تقدير الشيء جعله من يعني نشوفوا عن السلاطين كانت دور صناعه الديار السلاطين وما اليه كانت في دور خاصه وكانت ينقش عليها اسمائهم وما اليه، يعني ينقش عليهم اسمائهم. وطرز هذه الطراز اللي وجدنا هو عباره عن البسه، يعني كان تدرس بالخيوط الذهبيه والفضيه، يعني كانوا نقولوا الفتره العثمانيه هذه كانت فاطم جبدوني تقدر تكون في مدينه الجزائر كراك ومنها، ولكن هذه الوقفيه ترجع الى مدينه تلمسان. لا يبين لك عندنا حرفه الخراسه. الخراسه ديالنا ايضا من الحرف اللي ذكرت في هذه الوقفيه اللي غنذكرها من بعد، وهي الخرازون هم الذين كانوا يشترون الجلود ويصنعون من الاحذيه مع البلايا للرجال والنساء ولسكان الباديه والشرابه للحرب والريحيه للنساء خاصه، وهذه كانت مطرزه بخيوط الذهب والفضه والحرير، وكان موقعهم في مدينه تلمسان في القيصريه. هنا نشوفوا هذه وقفيه مسجد بلاد الغريبه، هذه احدى المساجد اللي كانت موجوده، لا زال قائم هذا المسجد وموجود في تلمسان، الا ان الكتابه محفوظه بالمتحف، يعني نحاول من مكانها راهي محفوظه باللغه. نلقاو الطراز، نلقاو حانوت بالخبازين، طراز الكبير بالقيصريه، طراز يعني نلقاو باللي يتكلم على هذه الحرفه تاع التطريز. التطريز يكون بالقطيفه واستعمال الخيوط الذهبيه والفضيه. اذا هنا عندنا كان حرفه السراجه، يعني السراجه هي سرعه السروج معناتها لركوب الخيل وما اليها. ايضا كان